قبل أي حاجة يلا نصلي على النبي، وعايزة أعرفكم إن والله المسلسل لسه بينزل وأنا بجمع كذا حلقة مع بعض وبترجمهم وبعد كده بلخصهم التلخيص الشيق ده، فبعتذر عن التأخير حقيقي. ولسه باقي 6 حلقات، أتمنى إن انتوا تستنوا لحد لما ينزلوا وهتلاقوا تلخيصهم هنا على طول. فيلا بقى وصلوا الفيديو ده ل10,000 لايك واشتركوا في القناة يا جماعة، نفسي أوصل 50,000. وتعالوا نرجع بقى مع ميونج وبو وهي بتتفاجئ بوصول خالتها المستغلة لبيتها، وبتعمل قال يعني إنها وحشتها وجاية علشان تطمن عليها، وإن بو بقى قليلة الأصل لأنها ما سألتش فيها ولا عبرتها وعايشة في العز ده كله لوحدها. فبيجي الحاج الكبارة وبيوقفها عند حدها وإنها تبطل تشتم في البنت شوية، فمن بجاحتها بتقوله ما تتدخلش انت في اللي بيني وبينها وسيبني أربيها براحتي. فبيعرفها إن الكلام ده كان زمان وبيكون هيحصل شوية حوارات كده، لكن أبو بتطلب منه يخرجوا يتكلموا مع بعض سوا، وبيعرفها إن هو مش موافق إنها تسكن في بيته ولأن قلبها طيب وهيوديها في داهية قدام، بتكون خايفة ترجعهم لأنهم جايين من طريق طويل. بس تعالوا بقى نشوف المساخر اللي هتحصل. وعايزة أعرفكم إن الجزء ده بجد قمر والضحك فيه ليفل عالي خالص. هو بيروح لها بقى ميونج وبيعرفها إن الناس دول لو ما مشوش من بيته هيطردهم، فبتتحداه يعمل كده لأن الحاج الكبارة وافق إنهم يفضلوا في البيت، وما بتكملش كلمة بسبب إنها بتعضل لسانها، فبيكون فرحان فيها قوي وبيفضل يضحك، بس ورا الضحك ده بيكون مداري خوفه عليها، وبيعرفها إنها تشرب مية وتحط مرهم علشان تخف بسرعة. فبتزنقه بقى في خانة اليك وإن هو كده خلاص سامحها، لأنه لو ما كانش سامحها ما كانش هيخاف عليها كده. فبيعرفها بقى إن هي تبطل فزلكة، هو بس خايف يحصل للسانها حاجة وما يعرفوش يكملوا خناق مع بعض، وبتكون وقتها عايزة تاكله. والست المستغلة وبنتها بقى بيكونوا بيرقصوا وبيتعاملوا وكأن البيت بيتهم جدا، وبيفضلوا يندهوا على أبو بصوت عالي وبيكونوا مش محترمين حد نهائي، وده لأنهم جايين من طريق طويل جعانين وهي ما عبرتهمش. وبتروح بقى تجيب لهم أكلات خفيفة كده، فالخالة المستغلة بتعرفها إنها عايزة كوارع وممبار وحاجات من اللي بترم العظم دي، والبنت بقى يا عيني بتروح تفرش لهم وليمة لحوم، وبرضه مش بيعجبهم الوليمة اللي قدامهم، وده لأن في واحدة مش بتحب الأكل بارد والتانية مش بتحب تاكل النوع ده من الكوارع وعايزة حاجة تانية مش هقدر أقولها. وبتاخد الأكل تسخنه وبتبدأ تقدمه لهم تاني، وبتفضل بقى تخدم فيهم ولا كأنها الفلبينية الجديدة. وكل ده وبتكون الخالة الحيزبونة والواد البسكوتية والمساعدة بيراقبوهم، وأبو بتصعب عليهم جدا خصوصا لما بيشوفوهم وهم مرمطينها بين غسيل ومساج وباديكير ومانيكير ولم زبالة وغيره وغيره. وبيجري البسكوتة يعرف ميونج باللي بيحصل في أبو وإنهم بيستغلوها أسوأ استغلال، وبياخدوا كمان علشان يخليه يشوف بعينه. فبيلاقي بقى إنهم بيتنكوا عليها وإنها إزاي تجيب لهم الفاكهة مززة كده وهم بيحبوها حلوة، فبتضطر إنها تاخد الطبق وتمشي، وبتفتكر في كلام الاستغلالية الصغيرة وهي بتقول لها إنها خلاص بقت أميرة وما بقتش تقدر تخدمهم وإنها أخدت على العز وأكل الوز. فالاستغلالية الكبيرة بتعرفها إن ده مستحيل لأن لحم كتافها ده من خيرهم وعمرها ما هتنسى إنها اللي مربياهم. وبيكون مع أمه بيعرفوا إنها مظلومة بسبب خالتها المستغلة وإنها ملهاش أي علاقة بالفلوس اللي عليهم، وإن كل الفلوس دي بسبب حب خالتها للقمار. وبيكونوا في عز نومهم وبتلاقي صوت سويت جاي من تحت إن في حرامي، فبتروح تجري بتلاقي الخالة الحيزبونة بتتهم خالتها الاستغلالية إنها عايزة تسرق مجوهراتهم الثمينة، لكن الاستغلالية بتحلف 3 يمين بعظيم إن ده ما حصل، وإنها وهي ماشية بتشرب في المية شافت التحف الفنية دي فوقفت تتفرج بس. وبيجي ميونج على صوتهم وبيحقق معاهم وبيلاقي إن كلامها مقنع، وعلشان أبو تريح دماغها بتبعتهم يناموا، لكن موينج بياخدها يتكلموا مع بعض وبيعرفها إنه مش بيثق في عيلتها وإنها لو ما طردتهمش هو هيطردهم. وقتها بتعرفوا إنه مش هيعرف يعمل أي حاجة ولو عمل هتعرف الحاج الكبارة، فطبعا بيتضايق منها وبيعرفها إن محدش في البيت ده كله هيعرف يحميها منه، وبيمشي وهي بتكون مقلقة. بس تاني يوم بقى بيكون بينظف كالعادة وبيشوف حاجة غريبة، فبيروح مصورها وجري على ميون وبيوري له الفيديو اللي صوره وبيعرفوا إن الاستغلالية الصغيرة نفخة أبو ولازم إن هو يعمل حاجة علشان ينقذها منه. فبيقول له فكك مني أنا ماليش دعوة بحد، وبيقفل الباب في وشه فعلا وبيفكه. فبيجي الواد الخلة وهو بيتغزل في الحتة بتاعته وبيشوف بقى أكشن مختلف خالص، وبرضه بيجري على ميونج علشان يشوفه. وبعد ما بيشوفها وهي
وهي بتتدحرج زي الدودة مش بيهمه، وبيقول له يا عم فكك مني، وبيقفل برضه الباب وبيدخل جوه لحد بقى ما بيشوفها وهي بتمرمطها هاتي وحطي وشيلي وخلي، والبنت من كتر الطلبات يا عيني بتقع من طولها وبتقول بصوت عالي انها ماتت، فبيروحوا جري عليه وبيعرفوها انها ماتت. وهنا بقى بيبدأ الخوف يتملكه لما بياخد الطريق زي الصاروخ وهو مرعوب يكون حصل لها حاجة، واول ما بيوصل لها بيشيلها وبيشوف نبضها وهو مرعوب، ولما بيلاقي ان في نبض بيحاول يفوقها بس بيكون في الهواء، فبيقرر ياخدها للمستشفى، فبتقوم لوحدها زي قرد قطع بالظبط، وهو من الخضة بيقع جنبها وهو ماسك في ايدها، وبتسألهم هو انا ايه اللي حصل لي وايه اللي نيمني كده. فاخواتها بقى اللي بيحبوها بيفضلوا يهزقوا في الاستغلالية وانها تخدم نفسها وتبطل تعتمد على ابو. هو بيكون مينج واقف وسامع كل كلامهم وبيعرف انها هطلة وما بتحبش نفسها نهائي، فلما بتشوفه بتسكتهم وهو ما ينفعش ينشروا غصرهم القذر اكتر من كده قدام الراجل، وبتكون رايحة علشان تشرب مية وبيقع من ايديها شوية على الارض، ولأن مفيش دم خالص بتنده على أبو تاني، فحظها بقى إن هو اللي بيسمعها وبيروح مديها على قلبها وإنها تخلي عندها شوية من الأحمر وتستخدم إيديها اللي عايزين حشوهم دول، وبيمشي وهي بتشوف إن ده الراجل اللي بتدور عليه في الوقت اللي أبو بتقفش الاستغلالية وهي قلبة أوضتها فوقاني تحتاني، وده لأنها عايزة تسرق العقد بتاعها لأن عليها شوية ديون اتعملوا تاني ولازم يتسددوا. فالبنت يعني بتكون هتتهابل من كتر الديون، وبيسمعوا صوت صريخ جاي من بره، وبيطلع ان الاستغلاليه الصغيره ما عندهاش اخلاق نهائي وكانت بتبص على الراجل وهو بيغير، فلما بيشوفها بيشيلها هلا بهلا وبيروح عند البسين وبيحدفها فيه وبيعرفهم انها منحرفه وبتخدش حياءه، فبيكون بقى ما عندهاش حياء اصلا، وبتقول له ببجاحه هو انت بنت علشان تتكسف ايه يعني لما بص عليه. وطبعا لانه موقف زباله ابو بتروح تعتذرله لكنه بيهزقها وبيمشي، ومش بتلاقي قدامها اي حل غير انها تتصل بالكبارة يسلفها الفلوس، لكنه بيرفض لما بيعرف انهم للاستغلالية الكبيرة، وبتروح تعرفها انه رفض يديها الفلوس، فبتروح مجرجرها من ايديها بدون حتى ما تلبس سليبر، وبتفضل تهزق فيها وكأنها اللي قالت للراجل ما تديهاش حاجة وانها بقى نكرة للجمير ويا خسارة تربيتها فيها، فبتروح حدفها على الارض بدون اي رحمة، وبيجي بقى ميونج اللي بيروح حدفها نفس الحدفة وبيعرفها ان هو يرجع ما يلاقيش اي حد فيهم في بيت، وبيدي السليبر بتاعه لابو وبيمد لها ايده علشان يقومها، وقتها بتحس انها في امان وان في حد اخيرا بيدافع عنها، ولما بيكونوا ماشيين واخدها من ايديها كانها بنته بتكون اسعد واحده في الكون ان اخيرا حست الاحساس ده، وبياخدها في الركن البعيد الهادي وبيفضل يزعق فيها انها ما سمعتش كلامه لما قال ما ينفعش يقعدوا في البيت وانها ماشيه بدماغها طول الوقت، بس اول ما بيشوف دموعها عصبيته بتتحول لحنيه وبيخاف لا يكون جرحها بالكلام وانه فعلا خايف عليها، بس هي بتعرفه ان الدموع دي دموع فرح لان اول مره حد يكون جنبها وينقذها من اللي هي فيه، وبتشكره وبتكون بتبكي لكن من خجلها بتحاول تبطل بكا، بس بيقول لها عيطي براحتك هنا محدش هيسمعك، فيا عيني ما بتصدق بقى وبتفتح في العياط لدرجه ما تتوصفش، وبتكون صعبان عليه ونفسه يواسيها بس مش قادر، وبتشوف رجله الناموس نقرشها وقال يعني السيلفر هو اللي هيحميه، وعلشان ما يبينش ان هو عيل نايتي بيقول لها ما تقلقيش ده انا بشرتي ما فيش اي حاجه بتاثر فيها، فبيروح سائلها اكيد كده خلصت عياط، وبيروح شديدها وخطفها في العربية لمكان ساحر بيهدي الأعصاب والروح، وبتعرفه بقى إنها محروجة منه لأنها انكشفت على حقيقتها وإنها حاولت تهرب مرة واحدة بس من الواقع بتاعها لما كانت في الجزيرة معاه، وعلشان كده ما عرفتهوش بنفسها واخترعت له اسمه وخلاص، وإنه كان معجب بها لأن حياتها مرحة، لكنها متأكدة دلوقتي إنه عرف إنها إنسانة بائسة، فبيصدمها برومانسية إن هو مش بيفكر كده خالص وإنه لسه شايفها زي ما كانت، وبيعرفها إن هي محتاجة بس تحب نفسها أكتر من كده شوية، وبيتفتح بقى فيها إن أهلها مش بيحبوها لشخصها وإنهم عايزينها خدامة تدفع ديونهم وخلاص وتفضل تخدمهم وتشوف طلباتهم، وإنها تبطل تكون هبلة كده وتتعلم تحب ذاتها لأن لو هم كانوا أهلها فعلا عمرهم ما كانوا هيتعاملوا معاها كده، وإن طول ما هي مش بتدور على سعادتها عمرها ما هتلاقيها. ولما بيروحوا بقى بيعرفها إنه مش هيقدر يبعتها البيت وهي في الحالة دي والأحسن إنها تفضل بايتة عنده، وأول لما بيدخلوا البيت بيلاقي الحاج كبارة قاعد مستنيهم وعينه بتطق شرارة
وبيسألهم كنتوا فين لحد دلوقتي، فبتحاول أبو إنها تدافع عنه وبتكون هتخترع كدبة، بس الحاج كبارة بيطلب منها تخرج برّه وتسيبهم لوحدهم، وما بترضاش تخرج غير لمّا موينج بيطمنها وبيقول لها كله تمام، وبنشوف بقى الكبارة وهو بيشكره إنه دافع عنها وأخد حقها من الخالة المستغلة، وإنه عرف كل اللي عمله معاها، وبيعرفوا إنه ملاحظ تغييرات كتير حلوة في شخصيته من وقت ما أبوه جات البيت، والراجل بيبدأ يتوتر وبيعرفوا إن هو حلو على طول، هو بس اللي ما كانش يعرفه كفاية، وبيروح وبياخد أبوه معاه وبيهزّق الخالة المستغلة، وبيعرفها إنه مش هيدّيها ولا مليم، وتتفضل بقى تلم حاجتها وتمشي هي وعيالها، فبتوقّفه وبتعرّفه إن المرّة دي مش هزار، وده لإنها سحبت الفلوس المرّة دي من المافيا، وإنهم هيخلّصوا عليها هي وأولادها وأبوه لو الفلوس دي ما اتسددتش، وبتحكي له بقى عن اللي حصل بالضبط، وبيضطر إنه يوافق يدّيها الفلوس، والست أم قلب حنين بتكون بتتعصر من جوّه كده علشانها، أمّا موينج بقى بيكون مولّع كل الشموع وقاعد في جو رومانسي شاعري، وبيفكّر في أبوه اللي بيكون بيتغزّل فيها وإنها حلوة صغنّنة من أي اتجاه، وبيكون هيمان فيها كده وبيبُص بيلاقي حد بيقطع حبل الرومانسية بتاعه، وطبعًا لإن البسكوتية حفظه بيقول له شموع وهدوء يبقى قلبك مزقطط، إيه اللي حصل بالضبط؟ وبيعرفوا إن ما فيش أي حاجة حصلت وبيحاول إن هو يداري عليه، لكنه بيعترف له زي الأهبل إنه دافع عنها وكان مبسوط، وإنه بيقع في حُبّها أكتر كل يوم عن اليوم اللي قبله، بس اللي هو متأكد منه إنها مش بتفكّر فيه أبدًا، على الرغم من إنها بتكون قاعدة سرحانة وكل فكرها بيكون معاه، وبتبتسم ابتسامة خفيفة لمّا بتفتكره وهو واقف والناموس بينقرش فيه، وبتروح تمسك السليبر اللي بيكون باقي من ريحته وبيكون فاضل إنها تحضنه من الفرحة، وبتفضل تفتكر لمّا حِجب الشمس عنها وكان حماها، ولمّا كانت بتتسند عليه وهي بتبكي وإنه كان أحَن قلب عليها، وبتكون سرحانة في كتيبة الذكريات بتاعتها ومبسوطة وقلبها بيبدأ يدق بقى علشانه، لكن صاحبتها الفصيلة بتقول لها فوقي يا أختي ما ينفعش تقعي في حُبّه وأنتِ مخطوبة لأبوه، فبتضطر بقى إنها تقطع حبل فرحتها وتدخل تنام وهي متنكد عليها، وتاني يوم بيكونوا رايحين للمافيا علشان يدفعوا الديون، وبتلاقي إنج بتجري عليها وبتعرفها إن خالتها المستغلة كلمتها، وده لإنها موافقة إنها تبيع لها العقد، وقتها بتقف وبتصغر لخالتها زغرة زنا صدقي، وما بتلحقش تتكلم بتلاقي المافيا بيهجموا عليهم، وبيفضلوا يضربوا فيهم لإنها اتأخرت على دفع الفلوس، وإنهم خلاص مش عايزين الفلوس دي هم هياخدوا أنفاسهم بدالها، فوقتها الخالة المستغلة بقى بتخرج عن صمتها، وبتعرفهم إنها ما لهاش أي علاقة بأي مافيا، وإن دي ناس نصابة، وقتها بقى كل واحد بيظهر وشه، وبيطلع إن دول موظفين المزرعة والبسكوتية والواد موينج، وبيظهر كمان الحاج الكبارة وبيعرفها إنها اتكشفت على حقيقتها، فبتعمل بقى نفسها مغمى عليها القردة، بس الكبارة لمّا بيهددها إن هو يتصل بالشرطة بتفوق جري، وبتفضل بقى تعتذر لهم إنها عملت كده علشان تاخد شوية فلوس تدفعهم لديونها، ووقتها موينج بيعرفها إن ديونها دي حصلت بسبب طمعها في اللبس الفاخر والmakeup الأوريجينال، والكلام بقى اللازم منه اللي أنتم فاهمينه، والبنت أبو بتتصدم من اللي بتسمعه، لإن طول عمرها يا عيني مش شايلة لها الهَم، وبيعرض عليها بقى الحاج كبارة إنه ما يبلغش عنها، وده مقابل شرط واحد فقط، وهي إنها تنسى أبو نهائي وتديها حريتها. طبعًا أبو بتكون من الصدمة مبسوطة جدًا، بس موينج بيكون من الغيرة هيموت عليها، لإن هو كان عايز هو اللي يديها حريتها مش حد تاني، وبتروح بقى تودّع الخالة المستغلة فبتأمرها تلم حاجتها علشان تمشي معاها، لكن أبو بترفض وبتعرفها إنها مش هتروّح معاهم، وبتصدمها إنها بقى مش هتدفع لها أي فلوس تاني مهما حصل، وقتها الخالة المستغلة بتبان على حقيقتها وبتتبرى منها، وكمان بتفضل تهزّق فيها إنها بعد ما كبّرتها وعلّمتها بتتخلى عنها وما تمرش فيها التربية، فأخيرًا بقى أبو بتخرج عن شعورها وبتعرّفها إنها ما ربّتهاش ببلاش ولا حاجة، دي كانت معيّشاها خدامة تحت رجليهم، وطبعًا بتكون ارتاحت إنها أخدت القرار ده، والواد موينج وهُم ماشيين بيقول لهم مع السلامة وما تجوش بيتنا تاني، وبيكون فرحان فيهم موت إنهم هيمشوا، الواد أخوها بيروح يطلب منه يتكلموا على انفراد، وبعد ما الكل بيمشي بتروح تقعد مع نفسها وبتفكر في اللي حصل، وموينج بيكون باصص عليها من بعيد وبيفتكر كلام أخوها، وبيعرفه إن أبوه هي الشخص اللي لما يغيب بتسد مكانه،
وإنه لو جه في يوم مقتول من الجوع هيلاقي الأكل بتاعه متشال، وإن لو كان في يوم المطر فوقيه ما يقلقش لإنها الشخص اللي هيحميه من المطر ده. ووقتها بيقول خلاص أنا فهمتِك، أنتِ شبهي وبتدوّري على حد يحميكِ ويدّيكِ الأمان والسعادة. وبيفتكر بقى كل اللي حصل بينهم من ذكريات حلوة ووحشة وسعيدة وحزينة، وبيقرر إنه يروح بقى علشان يفضل جنبها. بس الحاج الكبارة بيسبقه وبيروح يطبطب عليها، وهي وقتها بتبُص له بصّة شكر مش أكتر. لكن موينج الغيرة بتشعل شطوة نار في قلبه، وبيقول أنا إزاي نسيت إن دي خطيبة أبويا، وبيمشي والدنيا مقفّلة في وشه. وبتروح علشان تشكره بس بيكون مش في أوضته، وبترجع لأوضتها بتلاقي إنه سايب لها الMP3 على الباب. وقتها بقى بيكبر في نظرها أكتر وبتجري تدوّر عليه، لكنه بيكون في أوضته وسامع الباب وبيرفض إنه يتكلم معاها. وبتروح بيته تشوفه هناك بتلاقي البسكوتاية وبيعرفها إنه مش موجود، فبتطلب منه أول ما يرجع يعرفها على طول. ويا دوب هي بتمشي وهو بيدخل، وبيكون البسكوتاية عايز يتصل بها لكنه بيمنعه. وبتروح بقى المنجم علشان تدوّر عليه برضه ومش بتلاقيه، وبتسأل كل الناس عنه بيكون فص ملح وداب. وبتفضل تبعت له في مسدجات إنه يرد عليها وبتتحايل بس بيكون ولا حياة لمن تنادي. هو بيعرّف البسكوتاية إنه رجّع لها المسجل بتاعها لإن عليه صوت مامتها وهي بتعزف لها، وكمان ذكرياتهم وهي صغيرة. وعلشان كده ما قدرش إنه يرميه ويكون قاسي معاها زي ما هي كانت قاسية معاه، لكنه بيقع في حبها كل يوم أكتر من اللي قبله. وبيعرّفه إنه مش لازم يتعامل معاها تاني بحنيّة لإن ده بيأذيه. كل كلامه ده بقى بيكون وهو بيبكي وبيكون شبه الأطفال بالضبط، وهي كمان بتكون بتبكي من صوت أمها اللي بتسمعه. وفجأة بتسمع موينج وهو بيعرّفها إن من الأحسن ما يشوفوش بعض تاني. في اللحظة دي بتدرك إنها أول مرّة تحس بقيمته كده، وبتكون خايفة لا يكون ضاع من إيديها. وبعد 3 أيام بتكون بتدوّر عليه في البيت وبتسأل نفسها أنا ليه مشتاقة له كده، وهو فعلًا كان مالي حياتي وأنا مش واخدة بالي والّا أنا اللي كنت باستعبط. وبتفتكر ذكرياتهم سوا وكل وقت كانوا بيعاندوا فيه بعض أو يضحكوا أو حتى يتخانقوا، وبتلاقي نفسها مش قادرة تتقبل عدم وجوده، فبتجري بسرعة تدوّر عليه. وطبعًا كالعادة مش هتلاقيه، وبيفضل ييجي في تفكيرها حاجات مش ظريفة خالص. وبتكون قاعدة تشتغل لكن بسبب تفكيرها الزايد فيه وإنه واحشها أوي بتكون مش قادرة تركّز، وبتكون بتفتكر ذكرياتهم وبتبُص وراها كده فإذا به يخرج أمامها. وهي أول ما بتشوفه الضحكة مش بتفارق وشها، وبتروح جري عليه وهو بيحاول إن هو يهرب منها. لكن لمّا بتقع وهي بتجري قلبه بيقع معاها، وبتقوم جري تسأله أنت كنت فين؟ أنا قلبت الدنيا عليك، هو أنت مش عايز تشوفني والّا إيه؟ فوقتها بيقول لها لأ طبعًا، بس من جواه بيقول 3 أيام عايش في رعب علشان ما أشوفهاش، وعملت المستحيل عشان أتجنبها. يعني مثلًا لمّا سمع صوتها وهي في البيت نط ورا الكنبة واستخبى منها، ولمّا كان في الشركة ولمحها داخلة المكتب نزل بسرعة تحت المكتب استخبى منها لحد ما مشت. ولمّا كانت بتوحشه كان بيفضل يبُص عليها من العين السحرية بلهف، وكل ده راح على الأرض لإنه كان محتاج لشوية وقت علشان يقدر يحدد هو عايز إيه بالضبط. وطبعًا كل ده بيتقال وهُم الاتنين باصين لبعض بصّة ما تسيبنيش محتاج لك، أنا ليل ونهار باشتاق لك. وبيقول لها طالما ما فيش حاجة أنا هامشي، بس هي بتمسك فيه مسكة القابض على الحرامي وبتكون خايفة تسيبه يختفي تاني، وفي عيونها بتقول له خلّيك جنبي. وهو لإنه بيضعف من نظرتها بيبُص في الأرض وبيقول لها بنرفزة سيبيني أمشي، ومش بيكون في قدامها حل غير إنها تسيبه. بس هو يا عيني بيكون ماشي بيقدّم خطوة ويأخّر خطوتين، وبيكون قاعد يفكّر ويقول هي ليه مسكتني كده، هو أنا مش هاعرف أنساها بقى. فبيلاقي الواد البسكوتاية داخل عليه بهلع وبيعرّفه إن في حد بيتنافس مع أبوه على أبوه، بس مش متأكد لو كان صح والّا غلط الخبر ده. فبيهزّقه بقى علشان معلوماته مش سليمة، ولمّا يبقى يتأكد يبقى ييجي يقول له. وبيطلع بقى إن اللي بينافسه هي إنج اللي بتعرض على أبوه إنها تعمل نفسها بتحبها، وبكده الحاج كُبّارة هيبعد عنها بدون أي تفكير. فأبو بتخاف منها وبتبعد عنها وبتشكرها على أفكارها السِم زيّها. وبتكون بقى مع الحاج كُبّارة اللي بيكون عايز يطرد موينج من الجزيرة بأي شكل، فبتحاول إنها توقّفه وبتعرّفه إنها توصل معاه لحل وسط. وبتروح بقى للعمّال تجمّع منهم معلومات أكتر عنه، وبالليل بيكون بيشيّك على المخازن بيلاقي واحد فيهم مفتوح، فبيروح يدوّر جوّاه على حد علشان يقفله، بيلاقي أبو طالعة في وشه وبيقول لها يالّا يا حلوة زُقّي
عجلِك ورانا أشغال. وقتها بقى بتعرفوا إنها بتدوّر عليه وبتتحايل عليه يسيب الجزيرة للمشروع الجديد، فبيقول لها ده على جثتي الكلام ده، وبيكونوا هيتخانقوا كالعادة. بس بييجي الواد الخِلّة بيقفل عليهم الباب ومن حظهم بيكون مشغّل music ومش سامع حاجة نهائي، ده كمان بيطفي النور وبيفضلوا يخبطوا على الباب إن حد يسمعهم بس أبدًا. طب يالّا نصرخ كده علشان برضه حد يسمعنا، ما فيش لحد لمّا بيسلّموا نِمَر وبيستسلموا. وبيفضل يدوّر على أي حاجة تنفعهم في الليلة دي، بيلاقي شوية شموع وبيولّعهم وبتبقى ليلة على ضوء الشموع قمر، وبتكون بتتكلم معاه عادي جدًا وإنها هتساعده يوصل لحل مع أبوه في شغله، فالراجل بيسرح فيها جدًا لدرجة إنه بيخاف وبيبعدها عنه وبيعمل خط فاصل ما بينهم، وبيحذّرها بقى إنها ما تعدّيش الخط ده أبدًا، وبيرجعوا يتكلموا تاني بس الحماس بياخدها في الكلام، وهي بتبدأ إنها تقرّب منه لدرجة إنه بيصرخ علشان ما تقرّبلوش، لكن يا حرام بيكون ماشي عليه البتاع الغريب اللي شبه العقرب ده وبيكون مرعوب منه، فبتروح ماسكاه وبتنقذه وبتفضل تتنمر عليه شوية وهو بيكون لسه بيصرخ من الخوف، فبتوعده بقى إن الفوبيا بتاعته دي هتكون سر بينهم وما حدش هيعرف عنها حاجة خالص، ووقتها بيكون مش مصدقها لإنها لسه بتتنمر عليه، بس بيلاقي إنها بتتكلم بحنية وهو بيرجع يدوب فيها من الأول تاني، خصوصًا لما بتطلب منه إنه يتكلم معاها في أي حاجة وما يخافش، فبيلاقي نفسه بيفوق وبيبعدها عنه وبيطلب منها ترجع تقعد مكانها وما لهاش دعوة بيه، والصبح بقى الواد الخِلّة بيفتح الباب بيتصدم لما بيشوفهم وهُم نايمين كده أهو، وأول لما بيصحوا بيصرخوا هُم الاتنين في وش بعض إنهم إزاي قرّبوا من بعض كده، فكل واحد بيبدأ يرمي بلاها على التاني، وإن هو اللي قرّب منها الأول ولأ دي هي اللي جات ناحيتي الأول، وبتفضل الخناقة على كده، بس لإن الوقت بيكون بيعدّي وهيكتشفوا غيابهم في البيت بيطلعوا هُم الاتنين يجروا وبيكونوا في حالة سباق، وبيفضل يفكّر في اللي حصل وهو مش طايق نفسه، لإنه كان بيكذب عليها لمّا قال لها أنتِ اللي قرّبتِ مني الأول، وده ليه بقى؟ لإن الساعة 00:30 بالضبط النوم بدأ يغلبها، ودماغها كانت بتقع من على كتفها فبتصعب عليه، وأنتم عارفين إن قلبه خصّاية أوي، فبيروح يعمل كتف ومخدة ليها، ولإنها ساحرة جدًا في قلبه تفكيره بياخده معاها لهناك هنا، وبيرجع تاني بقى وهو بياكل في نفسه إن ما كانش ينفع يعمل كده أبدًا، وهي كمان ما بتكونش بريئة خالص، برضه لإنها بتكون كذبت عليه، وده لإن الساعة 01:15 بالتحديد كانت صاحية وحاسة بكل حاجة بتحصل الشقية، فبتقول لنفسها نهارِك مخطط زي لبسِك، أكيد كان عارف إنِك صاحية يا قردة، ومن كتر ما دماغه بتود وتجيب بيشوف إن كده ما بقاش ينفع وإن لازم يقطع كل علاقته بيها، فبيروح وهو متنرفز علشان يتكلم معاها، بس بيقابل البسكوتاية وبيفضل يهدّي فيه، لإنه لو قابلها كده هيبوّظ الدنيا خالص، فوقتها الصدفة بتلعب دورها وبتيجي وبيشوفها، فبيروح يجري يمسك فيها وبيكون مصمم إنهم لازم يتكلموا، والبسكوتاية بيحاول يمنعه ويقول له: "يا عم هدّي حالك." بس في اللحظة دي بتيجي إنج وبتفضل تشد فيها هي كمان، والبنت يا حرام دراعاتها بتكون هتطلع من مكانها، فبتصرخ فيهم علشان يبعدوا عنها بس ولا حياة لمن تنادي، فالبسكوتاية بيدافع عنها بقى وبيحميها منهم، وبيروحوا يتكلموا عن إنج إنها معجبة بيها وكده كده يعني، فبتعرّفه بقى إن هو فاهم غلط، وإن كل اللي هي بتعمله ده علشان تاخد العقد بتاعها، ولمّا بيرجعوا بتطلب تتكلم مع موينج وبيسألها بقى عن اللي حصل بينهم امبارح ده حصل إزاي، فبتعمل نفسها عبيطة وبتسأله هو أنت غليتني وأنا نايمة والّا إيه؟ فالراجل بيترعب وبيعرّفها إن بلاش عبط وإنه استحالة يعمل كده، وبيعرّفها إنها ما تحاولش تكسر قيوده تاني اللي حاططها معاها، علشان لو حصل هيطردها من البيت طردة الكلاب، فوقتها بتطلع إنها اللي كانت عايزة تستغله وما بتكونش بريئة خالص، وبتعرّفه إنها كان لازم تعمل كده لإنه كان بيمشي وهو نايم وكان لازم إنها تهدّيه، وبتعتذر له بقى، فبيقطع بقى خناقتهم اتصال من الجزيرة، وبيعرّفهم إن أبو بعتت ناس يطردوا العمال من شغلهم علشان مشروعها، فبيتعصب عليها وبتفضل تحلف إنها ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده وإنه لازم يصدقها، بس هو ما بيكونش شايف أي حاجة قدّامه، وبيعرّفها إن ما بقاش ينفع يكونوا هُم الاتنين في مكان واحد، ولازم واحد فيهم بس اللي يكون موجود، وبيزوّد السرعة وبيكونوا خلاص هيروحوا مع السلامة، بس على آخر لحظة بيلحق نفسه وهي بتحاول تهدّيه وبتكون متفهمة وضعه، وبتعرّفه إنها هتحل كل حاجة وما فيش أي حاجة هتبوظ، فبتلاقي اللي بيطاردها برّه العربية وبيكون بيتكلم بعصبية، فبتنزل من غير نقاش وبيمشي وبيسيبها، هو قلبه بيكون بينفجر من اللي بيحصل بينه وبينها، وهي بتكون مش عارفة هتتصرف إزاي، وبيروح بقى يثبّت أبوه تثبيتة معلمين، وبيعرفوا إنه لو ما رجعش عن قراره
هيتبرى منه ويعتبر نفسه ملوش عيال بقى. وبتروح أبو تتخانق معاه إنه استخدم اسمها وإن الطريق اللي هو ماشي فيه ده غلط، وإنه لو فاكر إنه كده هيكسب ابنه فهو غلطان، ويبطل فلحسة شوية بإنه يعرفه لإنه ما يعرفش حاجة عنه أبدا، وهو بيشوفه من بره بس راجل جدا لكنه من جواه طفل محتاج لأبوه. وبترجع بقى اليوم المخزن وبنعرف إنه كان بيحلم بأبوه وبيبكي، وده بيخليه يمشي وهو نايم، وبيشوف أبوه في الحلم بتاعه وهي كانت بتواسيه، وبتكون فعلا في الحقيقة بتواسيه لحد ما بتلاقي إنه بيقع من طوله في الأرض، وبتكون مرعوبة عليه. فبيطلع بقى إننا كنا ظالمينها لإنها كانت بتسمع هو بيخطرف بإيه، يعني ما كانتش بتستغله، ومن خوفها عليها بتفضل ترعاه لحد لما بيغلبها النوم، فبيحس بيها إنها بتنام على نفسها، فبيروح واخدها جنبه ونايمين زي الملايكة هما الاتنين. وبنرجع بقى مع الكبارة وهي بتعرفه إنه محتاج له وبلاش يخسره، وإنها لازم تقرب منه وتشتغل معاه علشان توصل لحل يرضيهم هما الاتنين. فبتروح بقى تاني يوم تعرض على ميونج اتفاق، وبيكون عبارة عن إنه يعلمها الشغل وده مقابل إن الجزيرة هتفضل زي ما هي. وقتها بيكون مش مصدق نفسه وإن أكيد وراها حاجة مخيفة، فبتعرفه إن لا مخيفة ولا حاجة، هي بس عايزة تعمل اللي عقلها بيشاور لها عليه، وبيكون مش عارف ياخد قرار من زنها. فبيروح يفكر في اوضته وهو محتار يوافق ولا يرفض، فبيلاقي دراكولا واقفة ورا الازاز وبيروح يهشها بعيد لحد ما يدرس قراره شوية. وبعد بقى شوية وقت بيعرفها ان هو موافق بس بشرط واحد بس، الا وهو ان يكون بينهم دايما مسافة 1 متر. فبتروح الست الشاطرة مطلعة المتر وبتقيس متر واحد، وبتقول له مش حرمك من حاجة اهو، يلا بقى نروح نشتغل. وبيكونوا بقى مركزين في الشغل جدا، وهي بتسجل كل كلمة يقولها، وفجأة بيقف وبتخبط فيه، فبيزعق فيها انها كده بتتحرش بيه، بس بتعرفه انه يبطل لعب عيال وانها مش فاضية للكلام الفاضي ده. وقتها بيقول لها طب يلا يا ست الكل علشان عندنا طلعة، وبياخدها وبينزلوا الحفرة العميقة دي، وبيفضل يعلمها ازاي تحفر وتخرج الأحجار الكريمة. وطبعا في الأول بتكون خايبة جدا وبيفضلوا يضربوا في بعض لحد بعد شوية كده بتبدأ تكون هي يعني بدأت تتعلم الشغل، وبتكون مبسوطة انها لقت الحجرة المميزة، فبيقول لها مبروك انت فاشلة جدا. وبيخرجوا بقى من الحفرة وهو ميت على نفسه من الضحك، وبتطلع وهي شبهه من الغولة وبيتخض من شكلها وبيفضل يتريق عليها. وبيروحوا بقى علشان يشيلوا الطين من على الأحجار، وهي بتكون بترقص مع الأحجار بطريقة تضحك، وهو بيكون مستغرب ان دي مش طريقة شغل يا جدعان. فبتعرفوا بقى انها لقت الحجر المميز وانها اشطر كتكوت في المجرة، لكنه بيكسر مقادفها وبيعرفها انها فاشلة وان ده مجرد حجر عادي. ولانها بتكون مصممة انه مميز جدا بتفضل تبص له بحب، فبيقول لها خلاص احتفظي بيه، وبتعجب بيه بقى اكتر وبتفضل سرحانة فيه، وهو بيكون مستغرب هي ليه بتبص له جامد كده، وبيحاول انه يلفت انتباهها بس مفيش، فبيروح مديلها شوية مية فبترجع لوعيها لسكة كده وبترجع تاني تسرح فيه. هي كده رسمي وقعت في حبه على فكرة، بس هتعمل ايه بقى مع ابوه الله اعلم. وبالليل بقى بيكونوا بيجبروا بخاطر الواد البز ده، واللي بيكون عامل نفسه بنت، وده لانه نفسه يكون مصمم مشهور والناس كلها تتكلم عنه. فبتسألهم هو ليه ميونج مش راضي يتخلى عن المكان ده، فبيعرفها انه متعلق بالمكان ده لانه من ريحة مامته، وان كمان في شوية اسباب كده هنعرفها بعدين، وان المكان ده اصلا خطر لان في عصابة دايما بتجيله وبيعمل معاهم شوية اكشن جبار، ولانه فتاك بيجيبهم ارض ارض ومش بيقدروا عليه خالص، وانه من صغره بقى بينادي للمشاكل هو والبسكوتاية، بس لانهم بيكونوا في ظهر بعض محدش بيقدر يقف قدامهم، واحتفالهم بيكون بطريقة غريبة وشيك جدا، وبتكون بتشجعه بصوت عالي فبتلاقي اللي طالع في قفاها، وبيعرفها انها تبقى تسأله لما تكون عايزة تعرف حاجة عنه، وبيهددهم انه لو شاف حد قدامه هيخصم منه 10 ايام، فكل واحد بيطير هوا وهو بيفضل يضحك ضحكته القمر الشريرة. والواد بيعرفه ان هو غلطان انه وافق على اتفاقها لان زمانها عايزة تشتغل معاه علشان تعرف كل حاجة عن الشغل وتروح تعرف الكبارة ويمسكوا عليه غلطة. وقتها بيقول له يبقوا يوروني وشوف انا هعمل فيهم ايه. وتاني يوم بتكون بتفكر في كلام كلابيزو عن العصابة اللي بتضايقه، وبتكون حرفيا مرعوبة عليه، وبتطلع من الحفرة بتلاحظ ان ظهره عليه كدمات، فبتسأله بخوف كده من ايه ده، وبتكون فاكرة ان هو هيعرفها لكنه بيقول لها مالكش فيه،
وبتفضل تفتكر في كلام قلاويزه إنهم مؤذيين جدًا ومن الصعب ما يعملوش مشاكل، فبتروح تمشي شوية بتلاقي فاس عليها حاجة حمرا بتشبه الدم، وبتتخض أكتر لمّا بتلاقي اللي جايين في ضهرها وبيسألوا عنه، فبتعرّفهم إنه مش موجود وإنهم يمشوا أحسن ما تورّيهم العين البامبي، فطبعًا بيستهزئوا بيها لإنها بنت، وبيكونوا عايزينه بأي طريقة، وقتها بتلاقي موينج داخل وهو بيزعّق والاتنين بيكونوا بيقرّبوا من بعض بشر، فبتبعد بينهم وبتعرّفهم إن على جثتها حد يقرّب له، وإن اللي عايز بقى يواجهه ويتعامل معاها هي الأول، وقتها بيستغرب هي هبلة والّا إيه، وهُم بيسألوه مالها دي، بس من جوّاه بيكون مبسوط على فكرة، وبيعرّفوها بقى إن ما فيش بينهم أي مشاكل وإنهم أصحاب جدًا وجايين يشوفوه لإنه وحّشهم، وبيفضلوا يضحكوا على آخرهم وهي بتمشي وهي بتكلم نفسها، وهو بيكون بيزقطط شوية كده معاهم، وبتقابل أمه وبتفضل تدحلبه في الكلام، لحد ما بيحكي لها عن سبب تمسكه بالجزيرة، وإن كل ده بسبب إنه مش عايز يقطع رزق الناس الغلابة اللي موجودة، وإنه شايل هَمّهم أكتر من أي حد، وبتكون بقى بتعمل في شغلها بس بتفكر في إنه هو إزاي ملاك كده، وهو بيكون وقتها مشغول مع كل واحد فيهم بيشوف ناقصه إيه، وبيكون قمر جدًا، ولمّا بتخلّص بتحاول تشيل الرمل لكن عضلاتها ما بتسمحش، فبتروح واقعة double kick كده، وهو بيشوفها وبتصعب عليه، فبيروح بقى بيفاجئها بطريقة بتخطف القلب يا جدعان، والبنت بتتثبت من جماله، وهو كمان أقسم بالله بيتثبت أوي، وبيطلب منها بقى تسيب التراب علشان يرميه، فبياخده وبيمشي بس بياخد قلبها معاه، وقلوبنا إحنا كمان على ما أعتقد، وبتفضل سرحانة في قعدتها وبتبتسم ابتسامة ولا أنا بقيت باموت فيك والّا إيه، وبيفتكر بقى لمّا كانت بتدافع عنه وبيقول لنفسه بقى أنتِ يا سفيفة اللي هتدافعي عني، شكلِك وقعتِ يا حلوة، وطبعًا بيكون مزقطط زقططة مش عادية من اللي عملته، وبالليل بقى بتروح علشان تتكلم معاه، وطبعًا كالعادة بيكون متكهرب، فبتطلّع المتر وبتبعد عنه متر، وبتطلب منه يقعدوا يتكلموا، وبتعتذر له بقى على إنها كانت هتدمر حلمه، واللي هو بيكون إن هو يحافظ على الجزيرة، فبيقول لها: "لأ طبعًا يا فلحوسة ده مش حلمي." فبتضحك وبتقول له: "طب تعرف أنا حلمي إيه؟" فبيسألها: "إيه هو حلمِك؟" وبيكون بقى مستني يعرف على نار، وفي الآخر بتقول له إنها مش عارفة، بس الأكيد إنها عايزة تكون سعيدة وكمان ما تكونش عايشة وحيدة في الدنيا، فبيفكر شوية كده وبيقول لها: "طب أنتِ فعلًا دلوقتي سعيدة وما بقيتيش وحيدة، أظن إن أنتِ وقعتِ في الحب وأنا غيران منِّك جدًا." فبتروح ضاحكة ضحكة خفيفة وبتعرّفه إنها من النهارده هتكون الشخص اللي يحمي أحلامه، وطبعًا الراجل بيكون مش مصدق اللي بيسمعه وبيتنح لها كده، فبتروح نازلة من على الكنبة بسرعة، فهو كمان بيقوم جاي قايم منطور من مكانه، وبتعرّفه إن هو لازم يكون موجود بكرة على الفطار، وده لإنها محضرة له مفاجأة، وبتقرّب منه حبة صغننة لكنه بيكون متوتر جدًا، وبيبعدها عنه كإنها وباء، فبتضحك كده وهي بتقول برضه لعب عيال صغيرة، فبيمشي بقى وهو بيفضل يضحك وبيكون برضه مزقطط زقططة من الفرحة مش عادية، فيا ترى بقى إيه هي المفاجأة اللي عاملاها له؟ هل هتعترف بحبها ليه وتسيب أبوه والّا هتعمل إيه؟ عايزة أقول لكم إن إحنا هنعرف الكلام ده في الحلقات اللي لسه هتنزل بإذن الله، فلايك بقى وشير كتير واشتركوا في القناة علشان تشوفوا الفيديو أول ناس، سلام.